جمالك من الطبيعة مع نوكس زي كل يوم أربع. والنهاردة خلونا نرحب ترحيب خاص جدا بخبيرة التجميل ريهام جهاد اللي منورانا النهارده ومشرفانا بالنيو لوك الفظيع. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله حلو. والنهارده معانا ميرا هتعمل لنا حاجات في ايديها كتير قوي زي ما قلنا في التقديمه. بالظبط. مظبوط كده؟ السيشن بنعملها دايما قبل الزفاف باسبوع. اوكي. هي المفروض تتعمل كل اسبوع. لا استني، احكي لنا هنتكلم عن ايه الاول؟ هنتكلم عن الايدين. الايدين كذا واحده يقولوا لي عايزه ايدينا تبقى ايدينا ورجلينا بيبقى جلد الممثلات بيلمع كده وشايني، فلو في رجليهم هيبقوا لابسين شراب لكن في ايديهم بيبان بقى الموضوع ان هو جلدهم اللي بيلمع ونضر وملمسه طري كده. ده عشان بيعملوا عنايه لايديهم. اوكي. مش ان هم مثلا بيلبسوا طب شراب. خليني اقول لك شويه حاجات. وهل ده اللي بنتكلم عليه عشان ابقى فاهم ولا لا؟ في بعض البنات والسيدات بتلاقي هنا المنطقه دي غامقه. عند العظم ده بتلاقيه غامق. اوكي. بتلاقي عند الكوع غامق. اوكي. هل ده اللي هنتكلم عليه ان احنا نصلحه؟ في برضو البنات والسيدات مطرح ما بيعملوا ازاله للشعر في ايديهم بيبقى فيه حبوب او ده كله اللي هنتكلم عليه النهارده بنعالجه ازاي بالظبط، عشان بس ابقى فاهم معاكي بنتكلم عن ايه. طيب نوكس دايما معودنا ان هو بيهتم وليه عنايه خاصه جدا بكل البشره، ولما بقول البشره ما بقصدش الوجه، مش البشره يعني كل جلد الجسم. هل في منتجات معينه مخصوصه للعنايه بالايد؟ النهارده هنتكلم عن كل منتجات اللي هي مخصوصه جدا للايدين، وهنعمل سيشن كامله المفروض بتتعمل كل اسبوع. ولو ما بنعملهاش كل اسبوع وهنبتدي نعملها بتبقى مكثفه جدا لدرجه ان البنات هيحسوا ان هم بقالهم فتره مهتمين بايديهم. اوكي. طب تيجي نشتغل؟ يلا بينا. ميرا على طول اتفضلي. جاهزه يا ميرا؟ جاهزه. زي ما قلت يا شريف، دايما بتلاقي البنات عندهم عند المناطق دي غامقه والكعان، ده لان هم ما بيرطبوش ايديهم وما بيعملولهاش سكراب ولا حاجه، فالجلد بينشف قوي لدرجه ان هو لونه بيغمق. صحيح. يعني هم وهم صغيرين اكيد لون ايديهم المناطق دي ما كانتش غامقه. انا بس طب بصي وانت بتقولي كده هقول لك بعض الاسئله اللي هتيجي في ذهن الناس. نفس اللي احنا بنتكلم عليه ده بيكون في الرجلين، يعني بالزبط. الكوع البديل ليه الركبه، الحتت اللي هنا عند الصوابع بديل ليها صوابع رجلين. هل بالزبط. نفس منتجات الايدين هي بتاعت الرجلين؟ لا طبعا، نوكس عامله حاجات للايدين وحاجات للرجلين، لان بشره الايدين غير بشره الرجلين. طبعا. اوكي. طبعا. هنبتدي بالجل، البادي جل من نوكس. ده هنبتدي هنغسل بس بيه الايدين الاول بطريقه دائريه بسيطة. الفوم بتاعه يجنن جدا. ده اللوشن في الأول؟ ده مرطب؟ لا ده الفوم. الفوم سوري. اوكي. وهنحط معاه هنخلطه السكراب دايما عشان ناخد احسن بالظبط، دايما عشان ناخد احسن نتيجة من السكراب نخلطه بالشاور جل. اوكي. عشان هما الاثنين الفوم بتاعهم يبقى لطيف مع بعض. انت كده حطيتي السكراب. وباجي عند المناطق اللي انت بتقول عليها يا طارق دي. سوري طارق مين؟ صعب على طارق. مين طارق؟ دي السكراب؟ ده سكراب. اوكي. وبنعمله بطريقه دائريه جدا، وعند المناطق اللي هي الخشنه اكتر حاجه. اوكي. انا بحب في السيشن دي ما البسش جلافز. ليه؟ لاني عشان احس ايه اكتر مناطق شويه محتاجه ان هي تعمل لها سكرابنج واعمل لها. كله بطريقه دائريه. يعني بين الصوابع كمان؟ بين الصوابع يعني مش محتاج، لانه ما بيحتاجش جامد، غير لو بتلبس خاتم كبير بصفه مستمره هتبقى محتاجه ان هي تعمل عند منطقه الخاتم. بتبقى المنطقه نفسها ناشفه. اوكي. بعد كده هتشيليهم بقى بالظبط. طب معلش هم بقى في البيت يشيلوهم بالميه؟ بالميه. اوكي. ولا يمسحوهم كده زي ما انت بتعملي؟ لا في البيت لو في ميه يبقى احسن. ميه دافيه او بالظبط كده، عشان في الاستوديو بس مش متوفر حنفيه فبنشيل. يبقى كده حطينا ايه وايه؟ فكرينا. حطينا الشاور جل بتاع الجسم، هو اللي بنستخدمه للايدين لان الايدين جزء من الجسم، وبعدين عملنا السكرابينج
السكرابينج صنفرة؟ الصنفرة بتاعت الجسم من نوكس لطيفة جدا في حاجة ان كل حاجاتها طبيعية. يعني الحبيبات نفسها مش حاجات مصنعة، دي نباتات 100%. اعتقد فيها حاجه فيها عين جمل او حاجه عين جمل. اوكي يبقى احنا كده شلنا الصنفره بالظبط. احنا كده شلنا الجلد الميت، نضفنا الايدين وشلنا الجلد الميت. اهم حاجه اوعوا حد يجيب صنفره الجسم ويعملها في الوش، لان الوش ليه صنفره والجسم ليه صنفره، لان بشره الوش مختلفه وارق بكتير من بشره الايدين. بالظبط. ده الهاند كريم. اوكي. ده ريف دميال، ده الهاند كريم وده الفوت كريم. يعني نفس العنايه بتاعه الايدين هنعملها برضو بنفس الترتيب. الرجل ليها كريم والايدين ليها بالظبط. طبعا بتاع الرجلين، الكريم بتاع الرجلين قوي قوي، فلا يمكن يعني يتحط على الايدين. ده علشان الرجلين برضو بشرتها انشف وسميكه اكتر عن الايدين جدا جدا. وبنيجي عند المناطق اللي احنا قلنا عليها بتبقى خشنه، الكوع وكده، الكوع وعند الصوابع هنا وعند العقل. المشكله في العقل ان هي لما بتبقى مش مترطبه بتبان غامقه قوي، ودايما تجيلي العرايس يقولوا لي انا هنحط كريم، هنحط فاونديشن على ايدينا. اقول لهم ما ينفعش، لان دايما لو حطت اي فاونديشن على ايديها بيطلع في بدله العريس. بجد تلاقي بدلته بقت بيضه كده في نص الفرح. انا بحط كريم كتير على كل الايدين. الضوافر برضو بتحطي عليها كريم؟ ده هو اساسا السيشن دي بتتعمل قبل الباديكير والمانيكير، سواء للرجلين والايدين. ليه؟ بتخلي الجلد الميت يتشال اسهل. يعني بدل ما يبقى جلد متقطع او كده بيتشال اسهل جدا. وبتتعمل كمان السيشن دي قبل السويت، لان هي بتجهز بتشيل الجلد الميت، فالسويت بيبقى الطف. يعني بيتعمل بطريقه احسن عشان ما يطلعش الحبوب اللي الناس بتشتكي منها. اوكي كده حطينا الكريم الخاص. بعدين هنجيب ورق ستراتش. ده ستراتش. ده بتاع الاكل. هو ده هيلفوكي يا ميرا. لو لسه الفرن هتدخل الفرن دلوقتي. وهنلف الايدين. ده على الكريم ده عشان يسخن ولا ايه؟ ما احنا هنحط بعد كده في جهاز هوريهولك دلوقتي، وهوري الناس اللي في البيت ازاي يعملوه لو ما عندهمش الجهاز. طب هتعملوا ازاي؟ هقول لها على طريقه لطيفه جدا. هنستخدم الميكروويف فيها. نعم. لا بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ لا بجد، هقول لك. بلف كل الايدين لحد الصوابع. ده كل ده على الكريم؟ على الكريم. وتلفي لها صابعها كمان؟ مش مصدق نفسي الاختراعات اللي بيخترعوها. ده جهاز لطيف جدا. ده من نوكس اصلا. من نوكس. ده بيدفي، يعني لو حطيت ايدك عليه دافي جدا، درجة حرارة معينة اللي هي بتخلي الايدين تمتص الكريم بطريقة كاملة جدا. واو. بنفضل حاطين. طب اللي ما عندوش ده يعمل ايه الكيس ده؟ هقول لك بقى. ده هنا بنفضل حاطين في الجهاز في السيشن اللي بنعملها، بنفضل حاطينه ربع ساعة لتلت ساعة. اوكي، لو ما عندناش الجهاز في البيت هنعمل حاجة ظريفة جدا. كلنا في البيت عندنا فوط. فوطة صغيرة زي دي. اوكي، بنبلها ونحطها في الميكروويف، فبتطلع لنا دافية. طب ما نحطها ميه دافيه عليها وخلاص. هتبهدل الدنيا جدا يعني. فانت بتحطيها ناشفه في الميكروويف؟ يعني عارف، مبلوله ومعصوره كويس جدا جدا، يعني تقريبا ناشفه. انا عندي هنا ميكروويف، يا ريتني طلعته لك. نعمل. وبعدين بنلفها، نلف الفوطه على الايد. طب اللي ما عندوش ميكروويف اقول لك يعمل ايه؟ ايه بقى؟ ميه الدافيه. لا، عارفه القربه بالظبط. القربه بنحطها ورا ظهرنا، فيها ميه دافيه وميه سخنه. هنجيب القربه دي ونحط قربه فوق وقربه تحت، يعني قربه نسند عليها وقربه فوق والايدين في النص. صح. فكره حلوه. حلوه. اجيب لك قربه يا ميرا؟ قربتين. هجيبيها المره الجايه معايا. بس. وبنخلي الفوطه اللي هي المبلوله اللي مسخنينها في الميكروويف، او القربه اللي فوق واللي تحت،
او ممكن فعلا نعمل الفوطه في ميه دافيه بس هتبقى بهدله شويه. بس عايز اعرف الكيس ده ايه ده؟ حكايته ده لطيف كده. حط ايدك عليه كده دافي. جنن. في منه للايدين وفي منه للرجلين. وايه الريحه الحلوه اللي طالعه منه دي؟ نوكس بقى. هو بيطلع ريحه حلوه لوحده؟ عشان حاجات نوكس محطوط في شنطه نوكس، فعشان كده ريحته حلوه. لا بتتكلم بجد؟ عشان الكريمات جنبه. ازاي البلاستيك ومطلع ريحه حلوه؟ عشان محطوط في وسط كريمات نوكس. ده اختراع لطيف بشكل. جدا. ده الناس اللي عندهم رطوبه في جسمهم فظيع. عايزه اقول لك ان لو واحده لو عملناه في الايدين والرجلين الناس بتنام. ما طبعا يعني بعد شويه ناموا كده. لا اختراع مش هزار. نوكس مع ان ده الدنيا حر اصلا بس مطرح. عايز اقول لكم حاجه، مطرح من كتر ما الواحد قاعد في التكييف الساقع رغم ان الدنيا حر، هو انا حاطط ايديا كده حاسس ان ايديا ريلاكس والمفاصل بتاعت الايد بتفك فعلا. اختراع حلو قوي. وكمان لو الكريم على الايدين بيبقى بعد السيشن بتبقى لطيفه جدا. خلاص. طيب هتشيلي لها بقى البتاع ده؟ احنا المفروض ان احنا قعدنا ربع ساعه بنشيل الستراتش، سواء بقى بنقصه او بنقصه. هتحطي لها ايه بقى بعد كده؟ الاويل هنحط كذا حاجه على حسب السيشن دي هنعملها وننزل، ولا السيشن دي هنعملها مثلا قبل السويت. هنحط كذا حاجه. لو هنعملها وننزل عندنا طبعا حاجتين جمال جدا. الويل بروديوس، الويل بروديوس العادي، ولو رايحين حاجه سواري هنحط الويل بروديوس اور. اوكي. يبقى فيه اللي بالذهب. بالظبط كده. لكن السيشن دي لو هنحطها هنشيل بقيه الكريم. هو طبعا ما امتصش لان احنا المفروض بنخلي ربع ساعه. احنا تقريبا حطيناه 3 دقايق. مفيش اصلا ما هي منتجات نوكس الجميل كمان فيها ان هي البشره بتمتصها بطريقه سريعه يعني. بتنوع. يعني بص ما قعدناش كتير. وبص الايدين. ميرا حطي لي ايديك الاثنين جنب بعض كده. الاثنين من عندي انا شايف الفرق. مش عارف ده يطلع بقى في الكاميرا. لا طبعا واضح في الكاميرا كمان. اوكي. بعد كده لو احنا هنعمل السيشن دي قبل ما نعمل السويت او كده بنحط البادي لوشن. البادي لوشن ده ريحته تهبل. يجنن اكن محطوط برفيوم وقاعد جدا. بنزود على المناطق اللي فيها احتكاكات. اوكي. بنشيل الزيادات. وبعديه بنص ساعة تقريبا لو عايزة تعمل سويت بقى بتعمل سويت عادي. قبليه بنص ساعة وقلتي بعديه بنص ساعة؟ بعديه بنص ساعة. اوكي. طيب هي دلوقتي نازلة هنحط نوكس. لو هي هتعمل السيشن دي قبل ما تنزل هنحط السيشن دي بتعمل مرة في الأسبوع قلتي؟ هي مرة في الأسبوع. بس لو الحالة متدهورة قوي هتعملها مرتين في الأسبوع. هتفرق معاها جدا. اكنها بتعتني بايديها طول عمرها. عارف اكنها كل يوم من الصبح بتحط هاند كريم وبتهتم بيها وعلى طول عامله لها ترطيب. هتفرق معاها قوي. بس لازم طبعا كل ما يكون في استمراريه للحاجه الموضوع بيبقى اظرف جدا. طبعا. اوكي. ويل بروديوس طبعا تحفه. احنا كده خلصنا. ده اللي بيدي الساتان لوك، اللي هو لما بنشوف صور الموفي ستارز دايما بنلاقي جلدهم بيلمع. وهو ده الويل بروديوس هو اللي بيدي الايفكت ده. انت كده خلصتي لها؟ انا كده خلصت لها. عايزين تجربي لنا الزيت التاني اللي هو فيه الاور اللي هو بيدي بقى جلامر كده مع الحاجات لو عندها سبيشال ايفنت. انا بحطه للعرايس دايما. اور ده بشيله كده للعرايس. لو واحده صاحبه العروس قالت لي عايزه احطه ولا لا. تحفه.
وبيدي بص تان في ساعتها كأنها يعني راحت شرم الشيخ وقعدت حبة وخدت بس ده بيدي لون. تان حلو، اللي هو عارف في تان بيبقى كده ما بيتظبطش ابدا. لا اللي جاي وبعدين بعد المعلومات اللي انتوا قلتوها لنا على الشمس وكده الواحد بقى هيخاف، الناس هتخاف تقعد في الشمس. حقيقة ده خصوصا النهارده لا النهارده ما حد النهارده ده فرن مش شمس. ميرا حطي لي ايديكي الاثنين جنب بعض بليز. اوكي الفرق طبعا واضح. اوكي طيب احنا هنتكلم عن حاجه لازم نتكلم عنها. احنا كل يوم كل يوم لازم نحط sun protection على الوش، واقي من الشمس. لازم نحطه على الوش وبنحطه على الايدين. اوكي كمان وحاجه ظريفه جدا عشان نحطه على الرقبه بنحط الكريم على ظهر ايدينا وبعدين نعمل كده فياخد لنا الكيرف بتاع الرقبه وما يسيبش اي حته ما عليهاش واقي من الشمس وبرده هيبقى على ايدينا. فدي طريقه لطيفه ان هو نحط على الوش وعلى الرقبه وعلى الايدين. ده بيفرق جامد جدا لان عنوان الواحد ايديه، لان اول ما بتتقابل اي حد بتسلم عليه فده صحيح. بيبقى صحيح. بدايه اي تعاملات.